قبل ما تشتري اي حاجه تاني من ايكيا لازم تعرفي السر ده، ان مش كل اللي بيلمع هناك دهب. في قطع عبقريه بتحل مشاكل حقيقيه في البيت وتستاهل كل جنيه، وفي قطع تانية هي مجرد كراكيب بس شكلها حلو وهتتحول لعبء عليكي مع الوقت. في الفيديو ده هوريكي 6 منتجات ذكيه جدا اشتريتها من ايكيا، وهقولك بالظبط ليه كل قطعه فيهم تعتبر استثمار حقيقي في بيتك، وازاي تختاري صح علشان فلوسك ما تترميش في الارض. فيلا بينا. اولا الكرسي العبقري. الكرسي ده مثال عملي لفكرة الحل وقت الحاجة، وبيأكد كمان ان الحل مش دايما في الكترة ولكن في الذكاء. فبدل ما املأ البيت كراسي تعمل زحمة، الكرسي ده بيعيش متطبق ومش واخد اي مساحة، ووقت محتاجه بيظهر ويحل المشكلة في ثانية. بستخدمه ككرسي زيادة للضيوف، وكمان كسلم صغير آمن أقف عليه. وساعات بنستخدمه في البلكونة كلنا لما نقعد نغير جو، وفي المطبخ كمان وانا بجهز الاكل بدل ما افضل واقفة فترة طويلة. وده مهم جدا بالنسبة لي لاني بجهز وجبات الشهر كله في يومين بس. ولو حابين اشارككم بعمل ايه بالظبط في اليومين دول عملي، اكتبولي تحت في الكومنتات. فالكرسي ده بالنسبة لي عملي جدا وبيوفر مساحة، وده جوهر البساطة اللي بتكلم عنه دايما في القناة. ثانيا منظم التخزين. ده بقى بطل استغلال المساحات الميتة. كلنا عندنا أماكن زي تحت السرير أو فوق الدولاب مش بنعرف نستخدمها صح. أنا عندي منه بالفعل كذا قطعة، وكل مرة بطلب أوردر بجيب منه تاني قطعة أو اتنين، وده لأنه عملي جدا جدا. بحفظ فيه الأحذية الموسمية زي الشتوي في الصيف أو العكس، وده علشان أحافظ عليها. وكمان بحط فيه البطاطين الخفيفة وكل المفروشات الزيادة عندي. الميزة انه بيحمي الحاجة من التراب جدا، ولما بفضيه بطبقه في ثانية ويختفي بالحجم ده. فهو بيخلق نظام وراحة نفسية قبل ما تكون شكلية، بيخلي الأماكن اللي كانت فوضى تبقى منظمة ومريحة جدا للعين، خاصة لو هتستخدموه فوق الدولاب أو تحت السرير. نروح بقى للقطعة التالتة اللي بحبها جدا، الصينية البايركس الكبيرة دي. القطعة دي استثمار حقيقي في المطبخ، ومثال قوي لمبدأ الجودة بدل الكمية، لأنها بتعمل كل حاجة تقريبا. بحضر فيها الأكل زي مكرونة بشاميل، صينية فراخ بالبطاطس، طاجن لحمة وأصناف تانية كتير، وادخلها الفرن تستوي وبقدمها على السفرة مباشرة. ولو اتبقى أكل فيها بغطيها بالغطا بتاعها وادخلها التلاجة أو الفريزر. وكمان الغطا بتاعها محكم جدا، ما بيسربش اي سوائل ولا بيسمح للاكل ياخد ريحة من الفريزر. قطعة واحدة بتقوم بدور 4 قطع مختلفة، وده بيقلل المواعين والزحمة في المطبخ جدا. والأهم، بما إني بشتغل فبحب أشيل وجبات مستوية في الفريزر جاهزة فقط على التسخين، فدايما بعمل كمية زيادة من الوجبات واشيلها في الفريزر، والصبح بخرجها على رخامة المطبخ، ولما ارجع من الشغل بشيل الغطا وادخلها الفرن تسخن، وخلاص على كده الوجبة بتبقى جاهزة في أقل من 10 دقايق. فالصينية دي بتوفر راحة ووقت وجودة في قطعة واحدة. الأحلى من كده إن كل منتجات أيكيا بتتباع كل قطعة لوحدها، يعني الصينية دي ممكن تتباع لوحدها لو حصل فيها أي تلف، وكمان الغطاء لو حصل فيه أي تلف بيتباع لوحده، ودي ميزة كبيرة جدا الحقيقة بالنسبة لي. رابعا فرشة الصحون، ودي من التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق جدا في روتيننا اليومي. فبدل زحمة علبة الصابون والليفة جنب بعض على الحوض، الأداة دي بتجمعهم في قطعة واحدة أنيقة وكمان مريحة. بتوفر في استهلاك الصابون جدا، لأن كل ضغطة بتنزل كمية صغيرة وكمان مظبوطة. بالفعل عندي واحدة منها في المطبخ، ولأنها عملية جدا طلبت دي لحوض التويلت. والأهم إنها بتخلي الركن كله شكله منظم ومريح للعين. خامسا طبق البيتزا ده. احنا من عشاق البيتزا، وبعملها على الأقل مرة في الأسبوع، وأي حد بحبه لازم أعمله بيتزا، فبقيت محتاجة أكتر من واحد من الطبق ده، لأنه بيحول عادة بنحبها لتجربة أحلى. بيخلي شكل التقديم احترافي ومميز جدا. ومش بس البيتزا طبعا، ولكن بستخدمه كطبق تقديم شيك في العزومات زي البط أو المحاشي، لأنه بورسلين أبيض شكله شيك جدا جدا جدا، وكمان مناسب لغسالة الأطباق. بالمناسبة العلب دي من ايكيا حكاية لوحدها، وبعتبرها من أذكى مشترياتي من ايكيا، وده لأني بستخدمها في حاجات كتير جدا، حفظ، تنظيم، تخزين. بس علشان مظلمهاش، العلب دي تستحق فيديو لوحدها.
هوريكم فيها عملي ازاي بتسهل حياتي فعلا وتنظم المطبخ بشكل يخلي كل حاجة ليها مكانها. وزي ما شفتوا كل قطعة ليها سبب وهدف، مفيش ولا قطعة اشتريتها لمجرد ان شكلها حلو او حتى عليها عرض. كل قطعة بتوفر مساحة او وقت او بتدمج اكتر من وظيفة مع بعض او حتى بتخدم تجربة حقيقية في البيت. وده هو التطبيق العملي لروشتة الكفاية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو التاني من سلسلة البيت البسيط. فاللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه لان هيفرق في حياته جدا جدا. هسيب لكم الرابط في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. الهدف مش اننا نمنع نفسنا من الشراء، الهدف اننا نشتري بوعي ونختار الحاجات اللي بتخدم حياتنا فعلا وتخليها ابسط واجمل. وده كمان التطبيق العملي لروشتة الاستهلاك الواعي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الرابعة من سلسلة البيت البسيط. اللي ما شافش برضو الفيديو ده هسيب له اللينك بتاعه في كومنت مثبت. فلو عجبتكم حلقة النهاردة وحابين تشوفوا ترشيحات اكتر لمنتجات انا جربتها وبالفعل فرقت معايا سواء من ايكيا او غيرها، عرفوني تحت في الكومنتات. وبالمناسبة هي اسمها ايكيا وايكيا، النطقين صح. ولو حابين تشوفوا تطبيقات عملية اكتر لروشتة النظام ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، تكتبوا لي في التعليقات تحت ايه اكتر قطعة عجبتكم وحسيتوا انها عملية ومفيدة. اشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.